السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي هقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه صوفي بانك ان فيزيتنج. التطبيق ده مساحته 85 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده عبارة عن تطبيق خاص ببنك، بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تقترض وتعمل استثمارات. من خلال التطبيق بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح الحساب، تقدر تطلع على الحساب بتاعك، تقدر تعرف الحاجات اللي تمت على الحساب بتاعك خلال اليوم اللي فات، الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات. كل المعاملات اللي هي الايداعات اللي انت حاططها على الحساب او المصروفات او التحويلات اللي جاتلك او الفلوس اللي انت حولتها، بحيث ان انت تكون عارف كل الفلوس اللي او لو حصل معاك لخبطة تكون عارف كل اللي تم من خلال الحساب بتاعك. تقدر تعرف المتبقي معاك قد ايه، تقدر تودع من خلال يعني لو معاك شيكات حابب انت تودعها تقدر تصورها وترفعها على التطبيق، بتتودع الفلوس بتاعتها في الحساب وتحصل على فيزا كارت تقدر تتعامل بيها في اي متجر الكتروني او في اي صراف آلي، وتقدر تعرف على اقرب صراف آلي من العنوان او المكان اللي انت فيه. كمان بتقدر تعمل استثمارات في صناديق الاستثمارات. الاستثمارات بتبدأ بمبالغ صغيرة قد تصل ل5 دولار. طبعا على قد ما انت عايز تزود بقى تزود، وتقدر ان انت تزود الفلوس بتاعتك. وكمان تقدر تتواصل مع خدمة العملاء في حالة ان وجود اي مشكلة، او في حالة ان الفيزا بتاعتك فقدت او ضاعت او اتسرقت، او التطبيق الموبايل بتاعك برضو حصل فيه مشكلة او اتسرق او ضاع او كده. تقدر تتواصل مع خدمة العملاء ان هي توقف لك التطبيق او توقف لك الحساب بتاعك، بحيث ان محدش يقدر يدخل على التطبيق وياخد حاجة من الفلوس بتاعتك، او يدخل ياخد الفيزا مثلا ويدفع بيها او يتعامل بيها في اي معاملات وياخد الفلوس يعني بتاعتك وكده. ده كده الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية ببساطة، لان هو تطبيق امريكي شغال في الولايات المتحدة الامريكية. بس كده يعتبر وصل شرح للتطبيق ونزل من المميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب في في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه انك لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه فده تنويه دايما بننوه ليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفتره طويله 10 شهور 8 شهور سنه والتطبيق حصل فيه تحديثات، فيكتب الحاجة اللي هو شافها الإيجابية أو السلبية، وأنا هثبت التعليق بتاعك علشان اللي يخش يقدر يستفيد منه. علشان بقيت بلاقي دلوقتي ناس بتشاهد فيديو نازل بقاله فترة طويلة وتكتب تعليقات يقولي انت في مميزات وفي عيوب انت مش قايلها في التطبيق. لا، هي انا مش بكون مش قايلها، هو بيكون التحديث اللي حصل خلال الفترة من وقت نزول الفيديو لحد ما انت شاهدته، بتكون في تحديثات نزلت للتطبيق. التحديثات دي قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية، عشان كده دايما بنوه اخر كل فيديو انك لو اكتشفت ميزة او عيب اكتب التعليق بتاعك او الرأي بتاعك في الفيديو. اما لو انت مش حابب تكتب تعليق ومش حابب ان انت تحمل التطبيق وخايف ان هو يكون فيه حاجات ايجابيه او سلبيه، فممكن تكتب لي في تعليق اي فيديو، قول لي اشرح لي الفيديو ده مره كمان، او راسلني على اكونت فيس وماسنجر باسم مراجع برامج وقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانا هشرح لك التطبيق بالمميزات والعيوب بتاعته، وازاي تشغل التطبيق وازاي تلغي الاشتراك او تشترك فيه وكل حاجه عنه. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.